تمام، انت كده اكيد هيبقى عندك شويه اسئله نسمعها بقى عشان نعرف نجاوبك عليها مظبوط. فتره النقاهه او التعافي بتفرق كتير جدا من عمليه للتانيه. يعني مثلا عمليه زي الانف او شد الوش، فتره التعافي بتاعها ما تعديش عباره عن شويه ايام، 3 ل 5 ايام. الورم ممكن يفضل شويه لكن نقدر ننزل شغلنا عادي في خلال اسبوع. فرجعت لحياتي تماما بخلال اسبوع. عمليات الصدر نفس الكلام برضو، من 3 ل 5 ايام في الراجل او في الست. عمليه البطن هي اللي بتاخد لها اجازه تقريبا من اسبوع ل 10 ايام، ما يقلش عن كده. قدرت انزل بدري مش هتيجي تغيظني، هيبقى كويس. طولنا لحد ال 10 ايام لكن ماكسيمم تقريبا 10 ايام. ارجع لحياتي بقى اللي هي عباره عن ايه؟ ان كان شغلي او ان كان في البيت بخدم نفسي او الكلام ده، كل اي عمليه تجميل اقل من 10 ايام، مفيش اكتر من كده. فترات النقاهه بالالتئام بالغيارات بالكلام ده ما بتزيدش عن 10 ايام تقريبا في اي عمليه تجميل. تكلفه العمليه بتفرق، احنا هنشتغل في انهي مستشفى ومعانا مستلزم او لا. بمعنى ان انا راح احط سيليكون امبلانت، حشوه سيليكون. حشوه السيليكون دي بقى ليها رقم النهارده، دي بيتحدد عليها. رقم 2 المريض هيعمل عمليه ولا عمليتين، يعني هتعمل صدر وبطن، بطن ونحت، دي قصص مختلفه تماما. المستشفى اللي بنشتغل فيها، احنا بنشتغل في مستشفيتين بس، دول اللي قادرين فعلا يستحملوا الحالات بتاعتنا. واحده فيهم A+، وواحده فيهم تقريبا A. بتفرق عن ايه؟ الايام اللي انا بشتغل فيها ما بتفرقش عن كده. هنا انا بشتغل 3 ايام وفي الثانيه دي بشتغل تقريبا 3 ايام. الفتره طرق الدفع والكلام ده كله، طرق الدفع كلها متاحه عندنا في العياده. اي ابلكيشن موجود، الفيز موجوده، البي اس ماشينز موجوده، كل الكلام ده موجود عندنا في العياده. رقم 1 الشهادات، هو معاه شهادات ايه؟ 2 عيانيننا معظمهم جايين منين؟ ما عنديش عين نيو كامر، انا العين النيو كامر بالنسبه لي قليل جدا. عاده العين ده يكون جاي لي من حد انا عامله قبل كده، او سائل عليا حد عمل معايا عمليه قبل كده. دول اهم حاجه الواحد يعرفها. شهادات ايه؟ شغال فين؟ حد عمل عنده العمليه قبل كده. وده سهل، يعني ده سهل. انت هتيجي العياده هتقابل ناس عاملين عمليات، ناس متابعه او ناس جايين يعملوا برضه. ده المرضى عندنا بيسالوا بعض عادي جدا، احنا بنسمح بالكلام ده، ما فيهاش مشكله بالنسبه لنا. في حاجات قولا واحدا فيها جراحه، الانف والثدي دول قولا واحدا كده جراحه. بعض العمليات التانية مثلا زي شد الوش، حسب المريض هيعمل محتاج ايه او المريضه محتاجه ايه. لو محتاجه حاجه ليفتنج خفيف ممكن تستفاد بالخدمات اللي موجوده في العياده، زي الاجهزه او الخيوط او البوتوكس او الفيلر او ايا كان الحقن اللي ممكن تتحقن تحسن شويه جوده المنطقه دي. لكن ما ينفعش النهارده اقارن ما بين اجراء هيتعمل في عياده بنتيجه جراحيه. الاكسبكتيشنز بتفرق جدا. رقم 2 عمليات مثلا زي الفخذ، او تقول النهارده انا هحقن مواد تدوب دهون فهتنزل لي كميات من الدهون، ده كلام فارغ، ده مش موجود اصلا. بناء عليه بنحط الخطه العلاجيه بتاعتنا والمريض بتاعنا يلتزم بيها ويقوم بالسلامه. التدخين من الحاجات اللي بتاثر شويه على التئام الجروح، ولكن هو اللي النصيحه اللي بنقولها دايما ثبت العدد اللي انت بتدخنه. لو بتدخن علبه في اليوم ثبت التدخين بتاعك. صعب قوي النهارده ان احنا نقول ايه مريض بيدخن وقف التدخين من 3 ل 6 شهور خالص. احنا بنبقى عارفين تماما ايه اللي بيحصل، بياخد شويه ادويه تانية قبلها بتساعدنا على دي، وادويه بعد العمليات. التحليل بتاعنا بيفرق قوي، التحليل الاولاني بتاعنا ما قبل العمليات، وعاده بالنسبه للمدخنين بنحتاج تحليل تاني يوم. ساعات او لا نحتاج معانا حد صدر يبص. لو المريض بيدخن مثلا بقاله 20 او 30 سنه او المريضه بتدخن بقالها 20 او 30 سنه، احنا تقريبا دلوقتي ما بنشوفش حد ما بيدخنش، ان كان راجل او ست. قليلين جدا اللي ما بيدخنوش، بس يبقى بيدخن بس ويقول طبعا، يعني ما يفاجئنيش، يعني يقول هو محتاج بياخد ايه، فهنعرف نتصرف. لازم يسال السؤال ده، مهم جدا. اي عمليه جراحيه نتيجتها تقعد من 5 ل 7 سنين، يعني شد الوش 5 to 7 بلس، البطن 7 بلس، الصدر ده فور لايف ما فيهاش ازمه دي خالص، الفخذ نفس الكلام، الانف مينيمم 7 سنين، مينيمم 7 سنين. ايه ده يعني انا بعد 7 سنين لازم اعمل؟ لا، بس ممكن يحصل احتاج شويه رتوش وده امر طبيعي. طب واحده النهارده عملت عمليه بطنها ورجعت حملت وزادت لها 30 كيلو، هل كده عمليتها باظت؟ هي ما عملتش العمليه، هي هو البطن بيتزيد تدريجي مع الجسم كله. انت زدتي 30 كيلو حضرتك، مش معناه ان العمليه باظت. قصه السؤال الثاني بقى اللي بنساله دايما، هل الدهون لما بتتشفط بتروح لمكان تاني؟ ده برضه لا. احنا عندنا متوسط لوزن البني ادم. ندي مثال بسيط، وزني 70 كيلو، اطلع وانزل 5% من وزني، يعني ال70 دولت يبقوا 65 او 64 او يبقى 74 كده، احنا في المتوسط بتاعنا. لسه زدت عن كده طبيعي ان انا المكان اللي شفطته هيحصل فيه مشكله، هيزيد فيه شويه الدهون، بس بالمقارنه بالباقي لا. انا انبسطت جدا الحقيقه بالاسئله تقريبا غطت معظم الاسئله اللي بنتسالها. النصيحه الحقيقه اللي اقولها لاي حد هينورني هنا في العياده او هيروح لحد من زمايلنا في عيادات التجميل، حضرتك قول كل اسئلتك للدكتور وما تتسرعش في اختيار توقيت العمليه. اسال مره واثنين وثلاثه واستنى التوقع بتاعك واتكلم مع الدكتور مره واثنين وثلاثه، ده ما فيهوش مشكله. ما فيش دكتور بيزهق، وحق المريض انه يعرف كل حاجه عن عمليته. احنا ما بنداريش حاجه، بنقول نسبه نجاحنا قد ايه، نسب ان انا احتاج تاتش اب قد ايه، او ان العمليه دي مناسبه ليا او لا. ما فيش دكتور تجميل بيزهق من مريض. شكرا لحضرتك.